السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام بخير ورمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. النهاردة كده مع بعض بقى أول سحور، هنعمل مع بعض سحور خفيف كده وجميل جدا. وحاجة كده خفيفة في السحور وما تبقاش تقيلة كده على الصيام بتاعنا. واحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. ما تنسونوش باللايك، ولو لسه ما اشتركتش معايا يا ريت تشترك معايا في قناتي، ده حاجه تساعدني جدا. ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض سحور ايه. ده بقى يا جماعه فول انا عملته في البيت. طبعا انا رحت جبت شويه فول كده ب5 جنيه دوبك، بصوا معلقتين. ده انا عملته في البيت. غسلت الفول يومين ونقعته، وحطيت على ميه نضيفه مغطياه، وحطيت معلقتين من العدس الاصفر، وعملت جزرايه مبشوره وطماطمايه، وحطيت معلقه من الكركم، وسبته خالص لما خد غلوتين، وهديت عليه النار لما استوى زي ما انتم شايفينه كده. يلا بينا نعمله بالصلصه. عملنا الصلصه اهيت زي ما انتم شايفينها في طبق اهيت. انا هنا سبت الفول اهوت لما برد معايا عشان انا اعبيه في اكياس عشان اعينه، عشان كل يوم اطلع منه كيس. زي ما انتم شايفين لونه جميل جدا. انا ما حبيتش اخلي فيه ميه كتير علشان احنا ما بنحبش الميه بتاعته. احلى طبق فول هتاكلوه في البيت يا جماعه بعمايل ايدك. وادي الفول بتاعنا اهوت وجماله وحلاوته. وادي البيض اهوت، حطينا البيض على النار، نحط الملح بقى ونقلبه. وعملت هنا بقى طبق سلطه. عندنا بقى الجرجير الجميل مع الفول، لازم ده اساسي في السحور يا جماعه قبل اي حاجه. الجرجير مع الفول، ان خلص الفول انا مش مسؤول. وادي يا جماعه السحور بتاعنا بقى المتواضع. ادي عندنا البيض اهوت، وعندنا الفول ده عمال ايدي يا جماعه، ان خلص الفول انا مش مسؤول. وده زيتون وده زبادي، 3 اهم بعددنا انا وادم وابو ادم. ياسين طبعا نايم. هنا طبق السلطه، جبنه رومي، اللي شيبسي ما عملتش بطاطس بقى. وعندنا الجرجير الجميل، وطبعا في عصير برتقال 2، احنا 3. ابو ادم طلب اللي هو يشرب شاي مش عايز عصير. وادي بقى يا جماعه الاجواء الرمضانيه عندنا في الشقه، حبيت اللي انا اوريها لكم. زي ما انتم شايفينها كده حاجه في منتهى الروعه. وادي السحور بتاعنا اهوت. احنا بقى جايبين مفرش رمضان، حبيت اوريلكم كده هو مفروش. وادي السحور بتاعنا اهوت. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا بس سحروا معانا. ان خلص الفول انا مش مسؤول. ايوه. كل سنه وانتم طيبين يا احلى متابعين في الدنيا. كل حبايبي طيبين يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.